في ماتش بين الاهلي والانتاج واللي ما كانش فيه اي انتاج، اتعادلنا وضاع مننا نقطتين ودخل فينا جول وخسرنا الكلين شيت، بس احنا لسه اقوى خط دفاع في الدوري، فياريت ما نخسرش دي كمان. دخل الاهلي ماتش الانتاج بخطة اللعب المعتادة وهي 4-2-3-1. في حراسة المرمى اوليفر اكرامي، 4 في خط الدفاع سعد سمير ورامي ربيعة في القلب، على يمينهم الجوكر احمد فتحي وعلى شمالهم علي معلول. 2 في وسط الملعب حسام غالي والمسمار حسام عاشور، قدامهم 3 في القلب عبد الله السعيد، على يمينه حمودي وعلى شماله اجاي، تحت مهاجم وحيد سليماني كولوبالي. شوط اول محتاجناش فيه اننا ناخد وقت كبير عشان يبان شكل الملعب ونفهم كل فريق محتاج ايه من الماتش وايه الطريقة اللي هيستخدمها عشان ياخد اللي هو عاوزه. شوط ما عملناش فيه اي حاجة غير اننا ماسكين الكورة وبنقدر نمشي بيها لحد التلت الاخير من ملعب الانتاج، وبننقل براحتنا بس بعرض الملعب، واخدين الاستحواذ بس من غير اي فايدة لانه في الاخر ما بيوصلناش للجول. مش قادر افهم لعيبة الاهلي جابت كمية الهدوء والثقة في المكسب دي منين؟ يعني ايه الحاجة اللي شافوها او حسوها تخليهم يطمنوا ويكون ده مستواهم في الماتش؟ الفرق بين لعيب الاهلي واي لعيب تاني هي الروح، وانه ما بيشبعش من المكسب والبطولات، فلو ضاعت منك الروح هيكون زيك زي اي حد. حسام البدري حاول يدي غالي نفس المهام اللي كان بياخدها السولية في الفترة الأخيرة، وخصوصا مع طريقة 4-1-4-1 اللي بيستخدمها الأهلي في حالة الهجوم، لكن كان واضح إن في فرق كبير في التنفيذ جوه الملعب بين الاتنين. السولية عنده اللياقة اللي تخليه يأدي واجباته الدفاعية، وكمان يقدر يزيد مع الهجمة لأن عنده حلول كتير ممكن يستخدمها لما الملعب يتقفل، زي مثلا إنه بيعرف يشوط على الجون. أما حسام غالي يقدر يحافظ على الكورة ويدينا الاستحواذ ويجمد اللعب في الوقت اللي نكون كسبانين فيه. لما تحس ان الدنيا كلها بتاعتك وبطولة الدوري بقت في ايدك، يبقى لازم تحصل حاجة تفوقك من فريق ما تتوقعش انه يعمل معاك اي حاجة، وهو ده اللي حصل في الماتش. الانتاج كان واضح انه مش قادر يوصل لجول الاهلي وما عندوش اي فرصة انه يجيب جول من كرة ملعوبة، لكن في حاجة اسمها كرة ثابتة ممكن تتغفل فيها، ومن كورنر في بداية الشوط الثاني واحنا لسه بنقول يا هادي لقينا كرة جوه الشبكة. كورنر ما فيهوش بربع جنيه رقابه من لعيبه الاهلي عشان يطلع اومد اوكري لاعب الانتاج يلعب الكره براحته وسط لعيبه الاهلي وهما بيتفرجوا عليه. ما كانش ناقص غير انهم يسقفوا له بعد الكره ما دخل الجول. اتقلبت الظروف، وبعد ما كان هدفنا المكسب بقينا بندور على التعادل. الاهلي من فتره كبيره ما اتحطش في موقف انه يبقى متاخر بجول، فكنت مستني اشوف هنتعامل ازاي في موقف زي ده، واللي اكيد هيقابلنا زيه في بطوله افريقيا. بعد جول الانتاج وفي ال3 دقايق اللي بين الجولين، كأن اللعيبة حست فجأة ان شكلهم بقى وحش في الملعب، وكأن الفريق اللي كان بيلعب الشوط الاول اتبدل بفريق تاني، فريق كل باصة عايز يلعبها لقدام مش بالعرض، فريق بيضغط مش بيحلق، فريق بيهاجم بكل خطوطه عشان يوصل للجول ويخترق الدفاع، والفريق اللي يعمل كل ده لازم الكرة تساعده ويجيب جول. الهجمة دي كانت في الدقيقة السادسة، يعني في بداية الماتش، يعني لسه اللعيبة نازلة فريش وبكامل لياقتهم وتركيزهم، وبالرغم من عدد لعيبة الأهلي اللي كان ضعف عدد لعيبة الإنتاج في الهجمة دي، لكن مفيش ولا لاعب من عندنا كان قريب من أي لاعب من الإنتاج. ده غير طبعا لاعب زي حمودي قرر إنه ما يرجعش ويغطي فتحي وما كانش موجود في اللعبة أصلا، ولولا إن صلاح أمين قرر إنه يستخدم الحل الفردي وما يلعبهاش للاتنين اللي جايين من تحت، كان الله أعلم إيه اللي ممكن يحصل. والشكل ده اتكرر أكتر من مرة، وهو ان اللعيبه كلها بتميل ناحيه معلول والملعب بيفضى خالص ناحيه فتحي اللي محدش كان بيرجع يساعده في الواجبات الدفاعيه. لما يكون صانع العاب الفريق واللي المفروض انه بيوصل اللعيبه للجول، وكمان لاعب نص الملعب اللي المفروض انه بيربط الخطوط ببعضها وبينقل الهجمه من ورا لقدام، هم اكتر 2 لعيبه اتقطعت منهم الكوره، يبقى لازم يحصل فينا كده ويكون شكلنا في الملعب كده. ولما نكون بنلاعب فريق قرر انه من اول دقيقه في الماتش يدافع بكل خطوطه ويلعب على المرتدات، وانت مصر ان كل هجمه ليك تكون منظمه وبعدد كبير من التمريرات وبيلمسها كل اللعيبه، يبقى لازم ما نوصلش للجول وتكون دي نتيجه الماتش. شويه ملاحظات على بعض اللعيبه. كان واضح ان السعيد وغالي مش موفقين ومش واقفين على رجلهم فنيا ولا بدنيا، وده طبيعي وبيحصل لاي لاعب، لكن اللي مش قادر افهمه ازاي يكون عندك الخبرات دي كلها وشايف نفسك مش في الفورمه، ورغم كده كل كوره بتستلمها بتاخد وقت كبير في التفكير وبتطول بيها في رجلك، وحتى اللي بتقرر انك تلعبها من مره واحده بيكون من غير تركيز.
رامي ربيعة بيفكرني بسعد سمير في بدايته مع الأهلي. لازم حد يفهم ربيعة إن الدفاع مش مجرد جري ورا الكورة، لكن الأهم هو استخدام العقل عشان تعرف إمتى تضغط وإمتى تأخر، وتقدر تنظم مجهودك وتوظف لياقتك. كلنا واحنا صغيرين لما كنا في المدرسة كان دايما في عيل رخم، كل ما حد يبصله أو يكلمه يجري يعيط للمدرس ويقوله بيعاملوني بطريقة وحشة. أو العيل الرخم ده كبر وبقى حكم في الدوري المصري. محمود عاشور زعل لما حسام البدري بصله من تحت لفوق واداله طرد، لكن محمود عاشور بالنسبة له عادي لما يبص اللاعب من تحت لفوق. فأنا عاوز أعرف محمود عاشور اللي زعل من البصة دي يقول إيه لمحمود عاشور اللي عمل البصة دي. لا دي عادي، أحمد علي كان بيقول له كلمة سر. ويا ريت يا جدعان بعد كده محدش يبص له خالص لأنه بيتقمص. مالك يا حاج قرفان مني كده زي ما يكون في حبهان تحت ضرسك؟ ليه القرف ده كله؟ لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، شير في الخير. ولو عندك اي تعليق او كوميك سيبه على هاشتاج الكرة مع زدان وهينزل معانا الحلقة الجاية. اشوفكم على خير.